جوه دماغك، عارف الصوت اللي جوه دماغك اللي ما بيهداش، اللي أول لما تغلط غلطة صغيرة يقولك أهو أنت ما تنفعش. المصيبة إن نفس الصوت ده بيطلع لك وأنت تعبان، بدل ما يطبطب عليك بيجي عليك أكتر. أنت متأخر، أنت أقل من غيرك، أنت إنسان فاشل، الناس كلها شايفة إن أنت مش تنفع. كل ما تحاول تهرب من الصوت ده تلاقيه بيعلى معاك كأنه هو ماسك ريموت مزاجك. الناقد الداخلي بيخلينا يعني نسميه باسم الناقد الداخلي. ده مش انت، هو جزء اتعلم يتكلم بأسلوب وحش وبيفتكر إن القسوة دي هي اللي بتحميك من الإحراج والفشل، بس في الحقيقة بتكسرك على المدى الطويل. تخيل إن جواك واحد قاعد على كرسي فاضي، ماسك دايما بتاع الشاكوش ده، وكل يوم يعمل لك محكمة على كل حركة. انت ليه اتأخرت؟ ليه قلت كده؟ ليه شكلك بقى عامل كده؟ ليه شعرك بقى مقصف؟ اللي يوجعك ان ساعات انت بتصدقه فتتعامل مع كلامه على ان هو حقيقة، مش مجرد رأي ومتوتر وخلاص. انت الصوت ده بيجي منين؟ ده غالبا ما اتولدش من الفراغ، هو اتجمع حتة حتة من تجارب قديمة وضغط من حوالينا. لازم تكون اتعرضت لحدث ضخم، ساعات التفاصيل البسيطة بتعمل برمجة كاملة. الطفل كل ما بيغلط بيتقابل بالسخرية، يا غبي ما تركز، أو حب مشروط، هفرح بيك لما تنجح، أو لما تبقى الأول، أو لما تسمع الكلام، أو مقارنة مستمرة. بص ابن خالتك عامل إزاي، هو شاطر وأنت عامل إزاي. مع الوقت دماغك بتبدأ تعمل المعادلة، أنا لازم أبقى كامل علشان أستحق الحب والاحترام. وكمان الضغط الاجتماعي بيزود البنزين، بقى السوشيال ميديا لازم بتقولك أنت لازم تبقى ناجح طول الوقت، ولازم تبقى جامد ومتماسك وما ما تعيطش، ولازم علاقتك تبقى مثالية وشكلك يبقى مثالي وحياتك تبقى طبيعية جدا، مفيش أي حاجة بتغلط. فطبيعي إن الناقد الداخلي ده يلاقي مادة يتغذى عليها. ليه بيهاجم بقى وقت الضعف؟ السؤال اللي بيحير هو إيه؟ ليه بيفتح علينا النار أصلا وإحنا قاعدين عادي؟ الناقد الداخلي ده بيتصرف زي حارس حارس العمارة مثلا عنده هلع. أول لما يحس إن أنت ضعيف أو مهدد، بدل ما يحميك بهدوء يبدأ يزعق ويخوفك أكتر. وقت ما تبقى مكسور بعد خناقة أو رفض أو فشل بيجي يقولك ما أنت دايما كده. وقت ما تغلط قدام الناس يقولك أنت فضحتنا. وقت ما تتوتر أهو أنت مالكش لازمة. هو شايف إن الهجوم ده تأديب علشان ما يتكررش الحكاية دي تاني، بس الحقيقة إن هو بيدخلك في دوامة خوف. وإزاي بيزود القلق والاكتئاب. النقد الداخلي ده بيرفع القلق لأن هو بيخليك عايش دايما في وضع الاستعداد للخطر، مستني غلط، مستني رفض، مستني حد يمسك عليك حاجة. مع القلق ده جسمك بيبدأ يتعب، نوم أقل، توتر أعلى، تركيز أقل، فتغلط أكتر، فيقوم الصوت ده يهاجم أكتر. القلق لو انت غلطت وهتتهان او هتخسر او هتفشل بعدين، لما هتتعب من كتر المقاومة يطلع جانب تاني اخطر اللي هو الاحباط والاكتئاب. ما تحاولش، مفيش فايدة، انت مش قدها. ده بيقتل الدافع اصلا، بيخليك قاعد مكانك مش عارف تعمل ايه. تتأكد عنك ان انت بني ادم سلبي، انا فعلا ضعيف. خلينا اديك مثال سريع كده. عندك شغل مهم او امتحان، الناقد الداخلي ده بيقول لك انت مش جاهز، فتخاف تبدا، ما تخاف فتاجل كل حاجه، تتراكم عليك فتدخل في قلق اقوى، وبعدين احباط. يعني هو اصلا اللي عمل المشكله وبعدين بيشتمك عليها. طيب في ادوات نسكت بيها الصوت ده. الهدف مش ان احنا نمسح الناقد الداخلي ده من الوجود، ده مش حاجه طبيعيه. الهدف ان انت تقلل صوته وتخليه يرجع لحجمه الطبيعي، تخليك انت اللي ماسك القياده. جرب الادوات دي كروتين بسيط. يعني اول اداه ان انت افصله عنك باسم. اول لما يطلع قول ده صوت الناقد مش انا. لو حاسس ان هو قوي، مجرد التسميه دي بتعمل مسافه بينك وبينه كبيره جدا. الاداه التانيه، اساله الدليل ايه. كل ما يقولك انت فاشل رد بالسؤال فين الدليل. خليه يثبت، هتلاقيه مرة بيتكلم بتعميمات، مرة غلط، هيبقى عمرك كله غلط. الأداة التالتة، بدل الأسوأ بمدرب محترم. مش محتاج كلام وردي متصنع، محتاج كلام واقعي رحيم. أنا اتوترت النهاردة بس ده طبيعي، بس أنا أقدر كمان المرة الجاية أبقى كويس. أنا غلطت بس هصلح. أنا حزين وده مش عيب. يعني فاهم الفكرة؟ الأداء الرابع، حط قاعدة ذهبية: أي نقد لازم يجي مع خطوة. تمام؟ لو الصوت بيهاجم من غير ما يقترح حل صغير يبقى ده جلد ذات مش تطوير. الأداء الخامسة، تمرين 30 ثانية، ده بينفع وقت الهجوم أوي. اكتب أو قول 3 جمل: إيه اللي حصل، ولازم توصف من غير شتيمة، وأنا حاسس بإيه، خوف ولا كسرة ولا توتر ولا إيه. أصغر خطوة أعملها دلوقتي إيه؟ مكالمة 10 دقايق شغل، رسالة اعتذار، أرتاح.
وهكذا. الناقد الداخلي صوته بيبقى هادي، بس ده مش معناه إن هو صح، كل مرة ترد عليه بهدوء وبحقيقة وبخطوة صغيرة، أنت كده بتدرب دماغك على لغة جديدة، لغة فيها حزم بس فيها رحمة. اكتب لي في الكومنتات أشهر جملة الصوت السلبي بتاعك بيقولها لك إيه. ولو عايز الحلقات اللي جاية اعمل لايك واشترك وفعل الجرس، والحلقة اللي بعد دي هتكون عن ازاي نبني ثقة بالنفس من غير ما نقسي على نفسنا ولا نتساهل زيادة. أشوفك على خير. سلام.